إنها رانيا شعيب. حيث تتأنق الكلمات وتفيض المشاعر، نجدها بكلماتها الراقية رانيا شعيب. يا حلو يا حلو يا حلو صبح. ونرجع تاني مع كل الصديقات والأصدقاء ويا حلو صبح مع سيد وعزة وأنا بنسمع أجمل أشعار من الشاعرة الراقية الجميلة رانيا شعيب. أهلا بك يا رانيا مرة تانية. أهلا بك يا أستاذة أمل. رانيا قولي لي بقى، أنا أكيد أنت عاملة لنا مفاجآت النهاردة كتير جدا، فقولي لي هتقولي إيه؟ طيب خلينا نتكلم برضه عن الذكريات. وأحيانا الواحد لما يكون بيمر بحاجات كتيرة جدا وفيها حلو وفيها وحش وكلنا بنكبر، فأحيانا بتستعيد الماضي كده شوية بكل حاجة فيه. فحابة أسمعك حاجة، وسمعت طبعا حاجة اسمها ذكريات. ذكريات، نسمع ذكريات. أتمنى إن شاء الله تعجبك. إن شاء الله، اتفضل. لقوها سرحانة، سألوها سرحانة في إيه؟ جاوبت وقالت وهي بتضحك سرحانة في زمان وذكرياته، والتنهيدة الطويلة خلتهم يسألوها نفسك في إيه؟ ردت أرجع طفلة تاني من غير أحزان، طفلة بتلعب من غير تفكير في نسيان، لا نسيان ماضي ولا حيرة، وتفكير في حاضر وأحلام، طفلة عينيها بتضحك من غير ما تخبي ورا الضحكة ألم، طفلة بتحب والحب عندها من غير شروط ولا حرمان، طفلة قلبها دايما فرحان. جابت ألبوم الذكريات وحكت عنه، وكل حكاية فيها ضحكة منه، ضحكة من جراح كانت، وضحكة فيها فرحة من القلب، ضحكة بتفتكر منها قصص الحب اللي كان حقيقي من غير تزييف، الحب اللي مش مجرد كلام وتخريف، الحب اللي كانوا عايشينه حب شريف. حكايات وذكريات ونفوس ضحكتها أمل في بكرة من غير تفكير في جراح وندم، ولا خوف موجود جوه القلب متداري، ولا نفس بتظهر عكس اللي جواها، وتقفل ألبوم الذكريات بضحكة ولمعة في عينها وتقول يا ريت القصة فضلت زي ما كانت، ويا ريت الزمان يرجع تاني، وعارفة انه مش راجع، يكفيني بس ذكرياته وحكاياته. ألبوم الذكريات مليان حكايات ومليان حب وأمل. ذكريات. إلا يا ناس جرح الحبيب ما يتنسيش، بعده خلاص ماليش حبيب علشان أعيش. إلا يا ناس جرح الحبيب ما يتنسيش، ماليش حبيب. رانيا شعيب، أنا عايزة أقولك لو تشوفي الحالة اللي موجودين فيها كل كاست العمل دلوقتي كنت بجد هتتمني إن أنت تبقي موجودة معانا. أكيد والله. كلنا فرحانين جدا بكلامك جدا والله. أنا بصي رانيا شعيب لما تتوجد يبقى أجمل من الكلام أشعارها، فهتقولي لنا إيه؟ هتقولي لنا إيه دلوقتي؟ حاضر، خليني أقول شكرا. يعني في ناس أحيانا مش كل الناس متفقين بتحب، صح؟ تمام. وفي ناس بيبقوا واخدين ناس تانية سلم، تمام، عشان يوصلوا لهدف معين، صح. ففي ناس مثلا ممكن يبقى حد بيحب واحدة
وهي بتحب حد تاني، ويا حرام هو مستنيها ومستني ان هي تيجي تقول له اي كلمة كويسة، بس في الواقع ان هي تحب حد تاني وهو لوحده. القلب مع حد تاني بالظبط. فخلينا نقول شكرا ونعرف قصتها، بما اني بكتب سرد قصصي فهي كلها قصص. نسمع بقى. يا سلام، اتفضلي. شكرا. كنت فاكرك في خيال هتكوني آخر المطاف، كنت شايفك جوه قلبي غير البنات، كنت واثق هتكوني ليا معايا وتعوضي سنيني وكل اللي فات، كنت حاسس ان قلبك هيكون ليا وما كنتش اعرف هيحصل كل ده فيا، تحب غيري واصبر عليكي واقول لنفسي يمكن تسيبه، اكون معاكي لكن في الركن البعيد منتظر عينيكي يمكن تقولي تعالى ومش معترض، ولما حصل جريت عليكي ومن فرحتي بيكي نسيت، لكن قدام نفسي كنت غريب، بكيت بس حكيت اني موجوع منك ومش بتألم من حبي ليكي ومش قادر اتحكم في مشاعر مش بايدي، وعيني عليكي قدام الناس بتتندم على وقت راح في مشاعر مزيفة منك وحب صادق مش هتلاقيه مع غيري مهما عملتي ومهما كنت معاكي صابر عليكي وانتي بتفكري في غيري وتقوليلي كمان عليه، وصبر نفسي واقول يمكن تنسي. شكرا على كل وقت ضاع معاكي من غير ما اكون في بالك لحظة وتقوليلي معلش هتغير. شكرا على تمثيلية مثلتيها ببراعة، تمثيلية عرفت في اخرها اني محطة نسيانك له وخسرتك ليا، وحرماني منك مش اقل من حرمانك لحب حبك بكل احساسه وقابلت حبه بكل وضاعة، بكرة هقابل اللي يقدر ويتقدر ونتقابل ويكون قلبك عليا متحسر. شكرا. جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات، جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات، فوق خلاص وبلاها سيرة مش هنحيي في اللي مات، ودع مش فضيلة، انا قلبي مات خلاص مش صفيلة، اصله مش خدام جنابة، سلام واستبينا خلاص مفيش كلام ما علينا، قولي طب ايه اللي جابك. الفنانة الشاعرة والساردة والقاصة وكل الحاجات الجميلة كتير. لا مش يعني أنا أقول عشان أنا بره الموضوع، فأنا عارفاكي كويس قوي وعارفة وجودك وحضورك الجميل، عايزة فعلا أفهم منك يا رانيا، يعني البنت لما تحب بمشاعر قوية قوي وتلاقي الطرف الآخر يعني بيمثل عليها المشاعر، وفجأة تكتشف انه مثلا رايح يتقدم لواحدة تانية مثلا، ولا بيقلب الترابيزة زي ما بيقولوا، مشاعرها بتبقى عاملة ازاي؟ هو معروف البنت بالمشاعر، فلو حبت بتحب بقلبها جدا، في بنات كده على فكرة يعني ما بتمشيش بعقلها، ما بتفكرش هو أيوة. بس انا في الاول والاخر في حاجتين، اقول لمامتي لان مامتي هي الاول والاخر، الاول والاخر هي المرجع، خبرة حياة الام، تمام، واستخارة ربنا. هل ده سهل يعني
ده المفروض اعمله اكمل فيه ولا ما اكملش. صحيح. دول حاجتين اساسيين في الحياه، من غيرهم شكرا هعمل ايه؟ اكيد حد هيضحك عليا، مفيش داعي منه. لا بعد الكلام الكبير ده لازم نسمع شعر بقى، ماليش دعوه. اتفضلي. تمام، خلينا نقول نجوى، بما اننا بنتكلم عن الناس اللي بتضحك على بعض سواء بنت او ولد. حبيتك، مش هكدب على نفسي واقول لك لا. ايوه حبيتك، وقلت يمكن بعد سنين استنيتك جيت تعوضني وخلتني حسيتك، لكن للأسف طلعت بالنسبة لك حب عابر في حياتك، حب خلاني أقول حبيت ذاتك، نسيتني باهتمامك، كدبك، مبرراتك، كدبة أحس منها إني لوحدي في قلبك، لأني بحبك. لما يطول غيابك بفتكر ذكرياتك، ذكريات الحب الموهوم، والموهوم هو أنا، حب من قلب صادق اعتبرته نزوة وتخرج من القصة وما تحسش بأي أزمة، وكأني بالنسبة لك مليش أي لازمة، شيء عابر، شيء عابر في الطريق وماشي. ولو كنت بالنسبة لك كده فهقول لك ايه؟ اقول لك كدبك في صورة حب ما يبكيش عليه، حب حقيقته نزوة، هيجي يوم وتحس بكدبك مع غيري وتعرف حقيقتك، ومن غير جدال حب نفسك بدل ما تكرهها وتكره سيرتك، يمكن وقتها تعرف تلاقي اللي تقدر تحبها وتحبك، ومن غير ما تكون مصيدة لأنانية نفسك نزوة. ملكة الشعر والسرد رانيا شعيب، أهلا بيكي مرة ثالثة. أهلا بحضرتك أستاذة أمل، أنا مبسوطة جدا مع حضرتك والله. لا والله أنا عايزة أقول لك يعني أجمل حاجة فيكي إن أنتي بتقولي أشعارك ببساطة جدا وبعمق كبير جدا، يعني مش لازم تقولي كلمات مهجورة عشان خاطر تقدري توصلي لعمق الشعر، لكن أنتي بسيطة ولكن سلسة وعميقة. الحمد لله. طب قولي لي بقى هنقول إيه دلوقتي؟ هنقول زي ما قلنا نزوة. خلينا برضو بيحصل للبنات وبيحصل للولاد مشاكل. تمام. فخلينا نقول اسمحيلي. اسمحيلي اقولك انتي بنسحب، ومهما كنتي، مهما كان احساسي بيكي، ومهما كنتي حب عمري، مهما قلبي حاسس بوحدة من غيابك، ده انت واحدة خانت قلبي واحساسه بيها بسكينة تلمة وبدون مجاملة. حبيت قلبك حب صادق من غير قيود ولا مطالب، فجأة تجيلي وتقوليلي نصيبه خالص. كنت بسمعك كأنك تانية واحدة عرفتها لسه من ثانية، ما عرفت أرد ولو بكلمة، ودموعي قالت اللي بيا. رجعت بإحساس سنين وذكرى، ذكرى لحب ضاع في لحظة. عملت ايه؟ تخنيني ليه؟ كنت فاكرك نصيبي لسه، حب مليان ذكريات وسنين تقول عنه، يمكن ياخدوه يكتبوا روايات منه. كنت فاكر نفسي معاكي سلطان الحب وانتي الأميرة، كنت فاكرك أصيلة اللي تبان وقت الضيقة، وللأسف طلعت غلطان. لكن مش ندمان، مش ندمان على سنين ولا عمر راح عايش بسببه سنين جراح، ولا على بداية حب حبيب طلع في الآخر حبيب خاين أوهم وخلاص انزاح.
الدنيا كده فوق وتعلم، تاخد حاجة وتسيب حاجة، واللي عاوز يكسب من كله صدقني ولا بيكسب حاجة. انت اللي بتكتب نهايتنا وعلى ده كسر سكتنا، انا خدت الحلو في حكايتنا ومفارق مش خسران حاجة. مش عايز تتنازل مرة، طب بالمرة خد سكة وروح، انسى انك تتعلم فيا او عليا انا بقيت مجروح. مش عايز تتنازل مرة، طب بالمرة خد سكة وروح، انسى انك تتعلم فيا او عليا انا بقيت مجروح. رانيا شعيب الجميلة، يعني أنا عايزة أسألك سؤال أخير. لما تلاقي إن الطرف الآخر مش بيبادلك بنفس المشاعر وحسيتي إن أنتي لازم تسيبيه وتغدري وتروحي، وجه الطرف ده بعد كده رجع لك تاني وقال لك أنا يعني ما قدرتش مشاعرك الجميلة بس أنتي دلوقتي أغلى الناس، هتقولي له إيه؟ هقول له شكرا. شكرا. فعلا شكرا. هقول له شكرا لان وقتها اكيد يعني ممكن اكون اديت مشاعر او ما حصلش الصراحه الموقف ده معايا، بس متخيله ان ممكن اكون اديت مشاعر وكان الحب من طرف واحد. وقت ما هو هيرجع ممكن اكون خلاص نسيت. صحيح. وفكرة اللقاء الثاني، فكرة اللقاء الثاني فعلا بيفرق كتير جدا مع الطرفين. أكيد. بس في حالة لو هو شخص فعلا يستحق وبالتالي أنا عشان كده حبيته، فلما هيرجع هيبقى لسه فيه شوية مشاعر فممكن أتقبل. لكن يعني ما بتعتبريش ده إن ده خيانة ثقة؟ ما هو ممكن يكون ما كانش بيعتبرني أصلا، كان يعني حبيبة، كان ممكن يعتبرني زميلة، كان بيعتبر شايف مواقف فبالتالي قدر ان هو يتحكم في كل حاجة ويقدر يعني حس ان ممكن يبقى في مشاعر موجودة. صحيح. ممكن. فانا يمكن انا بقول وجهة نظر، لكن انا ما وقفتش الحمد لله، ما وقعتش في الموقف ده قبل كده. ان شاء الله ما توقعيش فيه باذن الله وتتبادلي الحب الصادق باذن الله مع الزوج او الحبيب القادم ان شاء الله. طيب اخر حاجة بقى هنقولها، هتقولي لنا ايه؟ خلينا اقول بقى لينا كلنا بما اننا بنتكلم عن رجاله، وخصوصا ان في ناس كتير قوي بتقول للبنت اللي ما اتجوزتش او انت ليه ما اتجوزتيش؟ انت ليه يعني ايه ما تتجوزيش اصلا، كما لو كان الحاجه بايدينا يعني. ايوه. بس انا بقول لها ما تستسلميش. ما تستسلميش لو حد قال لك انك وحيده، ما تنفعيش. ما تنفعيش تكوني غير مستوره برجال. ما تعرفيش تعيشي في حياة زي الغابة كلها ديابة. ازاي تكوني وحيدة وانت اتخلقتي من ضلع اعوج ضعيفة؟ ما تقدريش. ردي عليهم قولي لهم الذكور غير الرجال، والاختيار نصيب، واختياري رجال مش لابس لبس الرجال. اختياري كان مش عايش دور الولهان وفي الاخر يطلع تعبان. كلامهم يتقال للاحباط والتأثير، ما يهمكيش كلامهم، تفكيرهم. ما تضعفيش قدام همومك مهما كانت قوية، او كلام يوصلك لحيطة سد والحياة تبقى قاسية. ما تحتريش قدام نفسك وفجأة عينك تخونك ودموعك تنزل لوحدها.
سيبيها تطبطب عليكي شوية، خليها علشان تقوي نفسك، وعديها علشان تمشي وتقدري تكملي بضحكة وقلب حابب حياته، لغاية ما تتأثري بحب، تكوني له حياة. الحياة لي مع رب العباد خليكي، ومسير الحب يجي واللي يداويكي يكون رجالي مش أشباه رجالي. ولو كملتي لوحدك كملي، وما تخافيش، ما تستسلميش. في نهاية يا حلو صبح أنا بشكر جدا 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 الشاعرة الجميلة المتألقة دائما رانيا شعيب. ألف شكر لك يا رانيا. ألف شكر لحضرتك والله، وليكوا جدا كلكم. شكرا على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه، ده أقل ما يجب. لا والله كنت مبسوطة جدا مع حضرتك والله ومعاكم كلكم. شكرا يا رانيا، بشكرك جدا، وإن شاء الله المرة الجاية تكوني موجودة بقى في الاستوديو. لا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. بشكر اللمسات الفنية الهندسية الحلوة لسيد زكريا، وبشكر الإخراج المتميز لعزة فؤاد، وبنرحب باللمسات الفنية الجميلة إن شاء الله لمحمد نور. ودايما ليكم كل الحب والتحية، أمل الدالي، ويا حلو صبح.